نتعرف على حضرتك. حياكم الله. ياسر محمد جمال ديبان. اهلا وسهلا. انا شايف حضرتك حاطط بطاقه لنقابه المهندسين السوريين بادلب، ادلب الحره وسوريا الحره. الحمد لله على السلامه. الله يسلم قلبك يا رب. ممكن تخبرنا عن تطلعات العمل هلا بعد حصولنا على الحريه، العمل الهندسي، بما انك بتمثل او انت جزء من نقابه المهندسين السوريين، للعمل بالمستقبل بعد ما الدمار اللي صار والخراب اللي صار، ونظره مستقبليه لهذا الكلام. وان شاء الله تعالى كل شيء حرمنا اياه الساقط بشار الاسد راح يتعوض في الايام اللي جاي ان شاء الله. نبني سوريا من اول وجديد، ما راح نبنيها مثل ما هلا مبني، لا ابدا، راح نبنيها من اول وجديد باخلاق وبدين ان شاء الله تعالى، ونكمل هذا المشوار اللي مشيناه من يوم اللي تعين الخنزير حافظ الاسد. اول بلد كانت هي ادلب الخضراء اللي قصفته بالصرامه مثل ما بدي يقولوا، وبدت فيها ادلب ونهتها ادلب ان شاء الله تعالى، طبعا بالاتفاق مع كل الفصائل ان شاء الله والاخوه المجاهدين ان شاء الله. بالنسبه لموضوع العمل الهندسي ان شاء الله مستمره نقابه المهندسين بادلب تبرهن للناس انه نحن على مدى 14 سنه من القصف والدمار والقتل والتشريد نحن كنا صامدين وكوادرنا كلياتها كانت عم تشتغل الحمد لله. ولتاريخ هاي الساعه وللايام اللي جاي ان شاء الله نقابه المهندسين باذن الله تعالى والنقابات ان شاء الله بتستمر بعملها وبنكمل مشروعنا ان شاء الله. ان شاء الله. انا حقيقه في بقلبي سؤال، يعني ما انه حضرتك مهندس بدي اسالك اياه. انا خريج اداره اعمال، دبلوم اداره اعمال، انا رئيس الديوان العام بنقابه المهندسين بادلب. ما شاء الله عليك. طيب من وحي معرفتك بهذا العمل، وبما انه بادلب في عندكم تجربه سابقه، ممكن تتعمم على كل سوريا ان شاء الله، يعني اذا كان بتفيد هذا الكلام. هل في نمط جديد للعماره الهندسيه بسوريا يا ترى؟ هي نقطه شوفت عينك الشام كيف هي بقع يعني مختلفة من العمارة الهندسية، ما أنا متناسقة، ما أنا يعني منسجمة مع بعض البعض. هل أنتم بإدلب سويتوا هيك شيء مثلا منظم بيعبر عن هوية سوريا والسوريين؟ يكفي أن أقول لك الشمال السوري، المولات اللي صارت بالشمال السوري تحدد الوطن العربي كاملا بالمولات السورية اللي صارت بالشمال السوري، منطقة الدانا وسرمدا، كعمل هندسي كإدارة. حتى الحمد لله من فضل رب العالمين يوم الزلزال مناطقنا كلياتها بفضل مهندسينا الكرام ما تأثرت أبدا. ما شاء الله عليك. الحمد لله. الحمد لله. كان بجعبتك في قصيدة حابب تهديها لسوريا وأحرار سوريا كلياتهم، يا ريت تسمعنا إياها. طبعا جئنا من نقابة المهندسين في إدلب أو إخوانكم المجاهدين في إدلب إلى دمشق الفيحاء لنقول لذاك الخنزير الساقط بشار الأسد: اقصف بعنفك، لست في الأرض مخلدا، ولست من المخلوقات ذات الأرواح المتعددة، وابقى على حقدك وكن متشددا، ففرعون طغى في الأرض حتى بقبره تمددا. لا بارك الله فيك حاكم، أدرت ظهرك للعدا وصببت نار حقدك على الوطن الممجدا. أوجعتك الفيحاء حتى القصفة صاعدا، أم رفض أهلها لغير الله أن تعبدا. من بلد الزيتون نعلو بصوتنا ونرددا: الله أكبر على كل طاغ متمردا. هذه دمشق الفيحاء قاهرة العدا، بسيف وقرآن وكلمة حق تنشدا. أقسمنا لنصر الحق فمشينا بكلمة التوحيد، وقل هو الله أحد، وقل هو الله أحد. دمشق الفيحاء يا مجد البطولة سجلي، تاريخ ذا الرقبة الطويلة قم اخلعي، ما دام فيك أبناؤك صامدة اشمخي، وراية الإسلام فوق ثرى الوطن ارفعي. شهيد الفيحاء لا تحزن، أبناء إدلب قد أبوا التراجع عن الثورات بالدم تفتدي. عهدا عليكم أهل الفيحاء صبرا، قادم النصر رب الخلائق ودحر المعتدي. بالدم كتبنا أي ثورة العز اشهدي، أنا ابن إدلب الخضراء بدمي لسوريا أفتدي. ما بيننا دبابة ملغومة وقيامة مقسومة ورفات، ما بيننا ليس الحوار وإنما ظل لخيمة لاجئ وشتات. عبث الرصاص طبيعة المنفى، وهابيل القتيل وقاتل وغوات. من غرفة التحقيق حتى غيرها يكفي لنعلن ثورة مأساة. الثورة الكبرى تمرد شاعر يغتاله باسم الولاة أحات. هي لا، إذا نعم الدنيئة بايعت، في مجلس النواب عاهات. فنظل رغم الجرح نعلن ضوءنا، إما الشهادة أو تعز حياة.
50 عاما والطوارئ لم يزل قانونها، وتنتظر السنابل والجبات، فما عاد الغمام ببعض ماء ولا ورد، ولا صدر الرعاة إلى أن قام طفل دون 10 تسبح في يديه الأحجيات، يوجه دفة الدنيا ويبني لوجه الله ما هدم الطغاة، يقابل بالأنامل تاج كسرى، كذلك تقلق الجبل الحصاة. بنا التاريخ يفتح باب عمرو ويفتح ما تبقى المعجزات. الله اكبر. شكرا كثير لك. حياكم الله. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. يلا بارك الله الله فيك. يكرمك. شكرا لك. الله يسلمك.